وتعالي نشوف الفيديو ده كده. عبد الرحمن الطفل اللي عمره 10 سنين مبسوط وفرحان إن تم الحكم على مدرب الكاراتيه وماشي بزفة في البلد. حكاية عبد الرحمن حكاية هتعرفك إن لازم تقول لولادك ما تسمحوش لأي حد يمد إيده على جسمكم، بس لا مدرب ولا مدرس ولا أي حد، ولا في أمان. عرفونا وإحنا هنتصرف. حكاية عبد الرحمن بدأت من أول ما كان بيحب لعبة الكاراتيه، وهو عمره 10 سنين طلب من أهله إن هو يتعلم الكاراتيه. عبد الرحمن بالمناسبة من الفيوم، تحديدا مركز إقصى. أهله ودوه صالة ألعاب رياضية قريبة من البيت، ما يعرفوش إن هم ودوه بإيدهم للشيطان اللي هيدمر حياة ابنهم. وفي يوم المدرب اللي اسمه أحمد اللي عمره 32 سنة دخل على عبد الرحمن غرفة الملابس وبيغير، وبدأ يمشي إيده على جسمه ويعمل حاجات معاه مش كويسة. عبد الرحمن لما سأله أنت بتعمل إيه؟ قال له دي تدريبات خاصة محدش يعرفها، وأنا اخترت أعلمها لك بعد ما زمايلك يمشوا علشان محدش يعرف يعملها وتكون مميز عنها. عبد الرحمن صدق، والموضوع ده اتكرر أكتر من مرة. لكن عبد الرحمن في يوم تعب وراح قال لوالدته، وكان الله في عونها، كانت مصدومة جدا لكن اتصرفت تصرف بطولي. راحت قدمت بلاغ فيه وتم القبض عليه، وتم عرض عبد الرحمن على الطب الشرعي اللي أثبت إن المدرس اعتدى عليه أكتر من مرة. وطبعا اتحكم عليه النهاردة بالسجن 7 سنين. فرحتهم كبيرة وزفوه في البلد بالطبل البلدي والمزمار. وطبعا ناس كتير جدا هتستغرب الموقف ده، لكن ممكن نقول ده من فرحتهم. وربنا يسلم على ولادنا يا رب العالمين وولاد المسلمين. حذروا ولادكم كويس قوي من أي حد يتعاملوا معاه، جسمهم ممنوع حد يلمسه. ربنا يسترها.